السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. إن شاء الله اللي غادي نتطرق للشرح ديال كيفية تشغيل الإنترنت بالمجان. وقبل ما ندوزو الشرح، غادي نحط هذا الفيديو الأول واللي غنشرح فيه تشغيل الإنترنت، والفيديو الثاني إن شاء الله غادي نشرح فيه واحد الاستراتيجية اللي اكتشفتها لتشغيل الفيسبوك لايت مدى الحياة. باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو للشرح، تبعوا معايا. اولا غادي نشوفوا واش كاين الانترنت ولا ما كايناش، باش نتاكدوا جميعا من هذه الطريقه. نمشيو لمتصفح الانترنت، اختاروا جوجل، نشغل قليلا. كيف ما كتشوفوا ليس لدي انترنت. الان غادي نمشيو للتطبيق الاول اللي هو هذا. غادي نحط لكم الرابط ديال التطبيقين اسفل الفيديو. يعني هذه الطريقه حصريه وشغاله 100%. انترنت بنان وغتشوفوا بعينيكم. اذا هذا هو التطبيق الاول اللي غادي يعطينا السيرفر الاتصال بالشبكة. هذه هي واجهة التطبيق. غادي نكليكيو على هاد الايقونه ديال شونجي دو ريجيون باش نختاروا السيرفر اللي على حسب الدوله اللي بغيتي نتايا. مثلا انا هنا غنختار مثلا فرنسا، او انت تختار اللي بغيتي. غادي نكوشيو على هاد جي كونفيونس اون سيت ابليكاسيون، نديرو اوكي. نتسناو حتى يتصل بالشبكه. كيف ما كتشوفوا هو اتصل التطبيق بالشبكه. اذا غادي نمشيو للتطبيق الثاني باش ندخلوا الانترنت. يعني طريقة جميلة، وانترنت شغالة مجانا 100%. يعني هاد الانترنت تساعدك على التصفح على مثلا كيف ما كتشوفوا انا كنت نستعملها ديجا داخل بالفيسبوك. انا غادي نختارو مثلا نمشيو لجوجل كيف ما كتشوفوا. هو جوجل. نديرو مثلا يوتيوب. هي يعني انترنت سريعة، و يعني غتحتاجها انترنت للتصفح اللي بغيتي يعني تدخل فيسبوك، تعطي مع الاصدقاء ديالك، تدخل اي سيت كيف ما بغيتي. المهم هذا هو الشرح ديال هاد الطريقه اللي تشغل الانترنت بالمجان.
ما تنساوش الفيديو اللي غنحط تاني ان شاء الله هو كيف تشغيل فيسبوك لايت مدى الحياة. هي طريقة اللي اكتشفتها انا شخصيا. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش سبسكرايب للقناة ديالي باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم لهذا الفيديو اللي عجبكم، و في فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق، وشكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، والى حلقة قادمة ان شاء الله.